اول رد من حسن شاكوش على اتهامات ريم طارق طليقته ليه، وعلى الكلام اللي قالته في برنامج بسمة وهبة على الهوا، وكل الفضايح اللي كلكم سمعتوها. تعالوا نعرف التفاصيل مع بعض في فيديو النهارده. اهلا بيكم في قناتي توما ترند اليوتيوب. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناه، دعمكم هيشجعني اني اكمل. من ساعات قليله حسن شاكوش عمل فيديو على الانستا عنده، وطلع وقال انا مش هتكلم في اي حاجه، ومش هينفع اتكلم في حق واحده في يوم من الايام كانت على ذمتي، وبرغم كل الضغوط النفسيه اللي انا فيها الفتره دي الا اني بنزل اشوف شغلي ومارس عملي عادي، وبرغم اني اتشتمت واتبهدلت واتقال عليا اقذر الكلام انا واهلي الا اني قلت لاهلي محدش يرد ولا كانكم سامعين اي حاجه. هنقول ماشي وهننسى كل الكلام اللي انت قلته قبل كده، على اعتبار يعني ان مش انت اللي قلت، او على اعتبار ان انت بتصلح غلطك وندمت على اللي قلته وندمت على الفضايح اللي قلتها. ومش معنى كلامي اني بقول ان اللي انت قلته صح او قلته غلط، المهم ان انتوا بتطلعوا تفضحوا بعض وخلاص. اتمنى ان فعلا يكون كلامك حقيقي. وبعدين كمل كلامه وقال انا راجل صعيدي من منطقة شعبية واعرف اقدر يعني ايه واحدة ست، فما ينفعش اطلع اتكلم على واحدة كانت في يوم من الايام عرضي وشرفي. وكمل كلامه وقال سكوتي ما هوش ضعف ولا قلة حيلة، بس سكوتي احترام لنفسي واحترام لأهلي واحترام لخصوصياتي، وأنا مش هتكلم في أي حاجة حصلت أو مرت أو أي حاجة بتتقال، ومش هرد على أي حاجة بتتقال. وبعدين أنا هطلع أقول إيه؟ ما طليقها طلع قبل كده وقال حاجات كتير قوي، أنا هتكلم أقول إيه؟ يعني أنت دلوقتي مش هتتكلم عشان طليقها طلع قال فمش باقي حاجة أنت تقولها، ولا انت مش هتتكلم عشان انت رافض انك تتكلم في خصوصياتك؟ ما علينا، نكمل كلامنا. وقعد يقول كلمة من الشرق وكلمة من الغرب، وكان كده متوتر حساه ما كانش عارف يتكلم. اللي شاف الفيديو هيفهم اللي انا بقوله. ونهى كلامه، قعد 5 دقايق يتكلم في ان هو مش هيتكلم في حق واحدة كانت مراته، ومش هيتكلم في حق واحدة كانت عرض وشرفه. انا راجل بطلع اغني للست وبمدح في الست في اغانية، فما ينفعش اطلع دلوقتي اهين واحدة كانت على ذمتي. وراح منزل بوست على صفحته الشخصية الرسمية على فيسبوك وقال انا بحترم كل متابعيني وبشوف كل تعليقاتهم، وبقدر كل الناس اللي كتبت لي وعلقت لي سواء بالسلب او بالايجاب، على راسي كلكم وانا بحترم ارائكم، بس انا رافض اني انا اتكلم في اي حاجة شخصية، ومش حابب ان اتكلم في اي حاجة شخصية. وبالنسبة للكلام اللي اتقال اللي يخص الفنانة الكبيرة حورية فرغلي واللي اتقال في البرنامج، انا معرفش عنه اي حاجة، والكلام ده ملوش اي اساس من الصحة، وانا مش عارف الكلام ده اتقال ليه اساسا او جابوه منين. وانا بعتذر للفنانة الكبيرة حورية فرغلي، وهي مجرد زميلة وصديقة عمل ليس اكتر، ونفى تماما علاقته بالفنانة حورية فرغلي. وكمل كلامه في البوست وقال انا عتابي ولومي على الاعلام، انتوا بكرة هتندموا، وده هيضعف موقفكم قدام شوية لما الحقيقة تبان، وانا مصر على موقفي، انا مش هتكلم في اي حاجة تخص حياتي الشخصية، ويا ريت تحترموا رغبتي. وبعتذر مرة تانية للفنانة الكبيرة حورية فرغلي. وانهى البوست بتاعه على كده بان هو ما يعرفهاش وملوش اي علاقة بيها، ونفى كل الكلام اللي اتقال. بنتمنى فعلا ان انت تكون قفلت المواضيع لحد كده ومفيش كلام تاني في فضايح لحد كده، لان انت لو رديت الطرف التاني برضه هيطلع يرد، تروح انت طالع رادد ومش هنخلص، وهتبقى فضايح للركب زي ما بيحصل مع ناس كتير جدا. يا ريت يكون قرارك قرار نهائي ان انت فعلا مش هتتكلم في اي حاجة، ويتقفل الموضوع لحد كده، والاستاذة ريم تنهي بقى فضايح لحد كده والموضوع يتقفل. لو وصلتم معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، دعمكم هيشجعني اني اكمل، واستنوني في فيديو جديد مع توما ترند اليوتيوب.